مصر في كأس العالم 2026. ولا ما عملوا رجالة ورفعوا راس مصر بلدنا ووقفوا وقفة رجالة. مبروك لمصر ولولادنا. فاكر اول مره مصر وصلت كاس العالم؟ ممكن تفتكر فعلا التاريخ، لكن صعب جدا تفتكر ايه الكواليس اللي حصلت، الا بقى لو انت مشجع كروي بزياده شويه. بس اللي اكيد كلنا سمعنا عنه جول مجدي عبد الغني اللي فضل عرفنا بيه سنين كتيره قوي، بس اللي مش كتير بيحكي عنه هي قصه منتخب مصر قبل كاس العالم سنه 90. اول مره وصلنا فيها كاس العالم سنه 1934. فيلا بينا احكي لك مصر سنه 1934. دي كانت اول مشاركه لينا في كاس العالم، وكمان اول مشاركه لفريق عربي في كاس العالم. اهلنا عن طريق مباريتين لعبناهم ضد فلسطين الانتدابيه بمجموع ماتشين كسبنا فيهم 11-2. الماتش الاول كان في 16 مارس سنه 1934 في ملعب الجيش البريطاني في القاهره، وكسبنا بنتيجه 7-1. 3 اهداف من مختار التتش اللي بعد كده اتسمى باسم ملعب كلنا عارفين، وهدفين عن طريق مصطفى طه لاعب نادي الزمالك المختلط، انا مش بتريق، هو اسمه كان كده فعلا زمان. وهدفين عن طريق محمد لطيف لاعب الزمالك اللي بعد كده لقب باسم شيخ المعلقين. ونروح بعديها للماتش الثاني يوم 6 ابريل سنه 1934، واللي في اول 35 دقيقه بنكون كسبانين 4-0 بهدف لمحمد لطيف وهدفين لمختار التتش وهدف لاسم عايزك تفتكره كويس جدا عشان هنحتاجه بعدين، عبد الرحمن فوزي. ونوصل لكاس العالم اللي تم اقامته لاول مره في ايطاليا بعد ما الاتحاد الدولي قرر انه يفضل الملف الايطالي على الملف السويدي بسبب الميزانيه الضخمه اللي كانت حطاها الحكومه الايطاليه بتقريبا 3.5 مليون ليره. والبطوله دي كانت غريبه جدا من نوعها، وشهدت غيابات كتيره لمنتخبات مهمه زي حامل اللقب المنتخب الاوروجواني وانجلترا واسكتلندا وويلز، وكمان معاهم ايرلندا الشماليه. ولما دورت حوالين السبب لغياب المنتخبات دي ما قدرتش اوصل لنتيجه مرضيه قوي، فلو انت عندك معلومه او سبب ممكن تكتبها لي في التعليقات تحت. تم منح اوروبا 12 مقعد لكاس العالم، والامريكتين تم منحهم 3 مقاعد عشان يتبقى مقعد واحد فقط لافريقيا، واللي كان من نصيب منتخب مصر. وانا بقرا عن البطوله دي لقيت فيها شويه حاجات مثيره جدا للاهتمام والفضول، تقريبا ممكن اعمل عنها حلقه. المهم تم اعلان قائمه منتخب مصر من المدير الاسكتلندي جيمس ماكاري، ويا رب اكون بنطق اسمه صح علشان انا ماليش في الاسامي دي خالص. وضم لعيبه مختلفه من الزمالك والشرطه القاهريه اللي بعد كده اتسمت باسم اتحاد الشرطه، والمصري والاولمبي السكندري والنادي الاهلي. ونبدا الماتش الاول قصاد المجر في يوم 27 مايو سنه 1934 الساعه 4:30 في مدينه نابولي بحضور جماهيري تخطى 9000 متفرج. ويفتتح المجر التسجيل في الدقيقه 11 علشان بعديها عبد الرحمن فوزي اللي قلت لك خليك فاكر اسمه يرد عليهم بهدف، وبعدها ب8 دقايق بس يسجل الهدف الثاني. مصر 2-1. وبكده يكون عبد الرحمن فوزي أول لاعب مصري وعربي وأفريقي بيسجل في كأس العالم، وهو هداف منتخب مصر إلى هذه اللحظة في كأس العالم. ولما قريت أكتر عن عبد الرحمن فوزي اكتشفت إن هو بالنسبة للزملكاوية عامل كده زي بيبو و6-1، لأنه شارك في أكبر هزيمة في تاريخ الديربي 6-0. كان نصيبه في الانتصار العظيم ده جونين كاملين. ولما قعدت أقرأ أكتر عنه اكتشفت إن الراجل ده عمل حاجات كتيرة جدا غريبة وعجيبة. الراجل ده كان أول مدرب يدرب فرقتين مع بعض، كان بيدرب الزمالك وكان بيدرب نادي غزل المحله في دوري الدرجه الثانيه، ولحد ما صعد بيهم بعد موسم دوري الدرجه الاولى واستقر. وقاد منتخب مصر للفوز بدوره الالعاب الرياضيه العربيه سنه 1953، ودرب الزمالك حوالي اكتر من 10 سنين، فبقى اطول مدرب في خدمه النادي. نرجع للماتش. بعد تسجيل عبد الرحمن فوزي الهدفين دول يكونوا اخر هدفين نسجلهم طول البطوله كلها. تقصد ايه؟ ان احنا طلعنا الماتش في الاخر خلص بنتيجه 4-2 للمجر، ونودع البطوله مع اول ماتش اقصائي ليها. وبكده بيخلص مشوارنا في كاس العالم سنه 1934. ونيجي لسنة 1989 تصفيات كاس العالم تحت قيادة المدرب المصري محمود الجوهري، ونقع في مجموعة نقدر ان احنا نتصدر عليهم المجموعة بعد ما قدرنا ان احنا نحقق 3 انتصارات ونتعادل في ماتشين ونخسر خسارة وحيدة فقط. ونروح لنهائي التصفيات يوم 8 اكتوبر عشان نلاعب الجزائر في الجزائر، ونقدر ان احنا نتعادل معاها هناك 0-0 عشان نرجع القاهرة يوم 17 نوفمبر سنة 1989 ونكسب ايطاليا 1-0 ونتأهل رسميا لكاس العالم 90 اللي برضه كان بيقام في ايطاليا. القائمه كانت مليانه باساطير كتيره جدا، لعيبه من الاهلي والزمالك والمصري وغزل المحله. والقرعه بتاعتنا وقعتنا في المجموعه السادسه مع المنتخبات الاتيه انجلترا، ايرلندا وهولندا. وطبعا الجمله المعروفه اللي بنقولها قبل اي بطوله هنرخم على انجلترا وهنتعادل مع هولندا وكده كده ماتش ايرلندا مضمون. اول ماتش في البطوله يوم 12 يونيو في استاد باليرمو بحضور 34,000 متفرج، مصر ضد هولندا.
الماتش يفضل هادي لحد الدقيقه 58 1-0 لهولندا، ونوصل للدقيقه 83 وضرب جزاء لمنتخب مصر. مجدي عبد الغني حط الكوره وجول ونتعادل مع منتخب هولندا. طبعا مش عايز اقول لك بقى ايه اللي حصل من بعديها لحد يومنا هذا، وان مجدي عبد الغني تقريبا مش عايش غير على الجون ده، وفي كل لقاء وفي اي مكان دايما لازم يتكلم عن الجول ده. ناحية اليمين وخلصت عليه، لقيته هيترمي ناحية اليمين، قمت لعبها ناحية ايه؟ ناحية اليمين. خلصنا الماتش تعادل 1-1 كده. واضح ان النظريه اللي قلناها في الاول شكلها هتظبط ولا ايه؟ لحد ما نيجي للماتش الثالث. هقول لك ليه انا قلت الماتش الثالث قبل الماتش الثاني. يوم 21 يونيو وبحضور جماهيري 35,000 متفرج بنلعب ضد انجلترا، وفي نفس الدقيقه 58 برضو انجلترا بتسجل فينا الهدف علشان نخسر قصاد انجلترا 1-0. وهنا بقى السبب في ان انا حكيت لك الماتش الثالث مش الماتش الثاني الاول، لانه في الماتش الثاني كان اهم ماتش في تاريخ الكوره كلها، مش عشان كسبنا لا قدر الله ولا حاجه، ولكن لانه بسبب الماتش ده اتغيرت قوانين الفيفا تجاه الكوره قدام ايرلندا. وفي تاني ماتش في البطوله قدمنا اسوأ مباراه في تاريخ الكوره، لعبنا اسوأ كوره دفاعيه. شوبير يدي الكرة لهاني رمزي، وهاني رمزي يرجعها لشوبير فيمسك الكرة فيديها لهاني رمزي، هاني رمزي يرجعها لشوبير فيمسك الكرة، شوبير يدي الكرة لهاني رمزي، هاني رمزي يرجع الكرة لشوبير فيمسك الكرة. وخرجنا من البطولة دي حصلت المجموعة، وجول وحيد فضل مجدي عبد الغني عايش بيه لحد يومنا هذا. سنين طويله بعديها ما وصلناش لكاس العالم تماما، رغم جيل ذهبي خد 3 بطولات افريقيا، لكن ما قدرناش اننا نوصل لكاس العالم لحد ما جه جيل صلاح وتريزيجيه، وبعد 28 سنه نوصل لكاس العالم بضربه جزاء محمد صلاح ضد الكونغو. يا رب يا رب يا رب يا رب، ضربة جزاء محمد صلاح، محمد صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلاح والدموع، محمد صلاح، محمد صلاح. يا رب يا رب يا صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح. وهوبا، الله 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 يا بلادنا، الله الله يا بلادنا، الله الله يا بلادنا، الله الله يا بلادنا، الله الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله الحمد لله يا رب. في مباراة لن ينساها التاريخ ابدا، ومش هينساها ابدا المصريين، وبكده نقدر نقول احنا في كاس العالم روسيا سنة 2018. يوم 15 يونيو أول ماتش لينا في البطولة تحت قيادة المدرب هيكتور كوبر بخطة 4-2-3-1، وبغياب محمد صلاح للإصابة عن المباراة الأولى. منتخب مصر بيقدم مباراة عظيمة جدا ضد الأوروجواي، مباراة كان بطلها الأول والأخير محمد الشناوي، اللي قدر يتصدى لجميع الكور اللي جت عليه عن طريق كافاني أو حتى سواريز، وخد جايزة مان اوف ذا ماتش في المباراة دي، برغم إنه في الدقيقة 89 خسرنا 1-0 ضد الأوروجواي بهدف ملوش أي 30 لازمة الصراحة. وبكده نخسر اول ماتش في البطوله، ونروح لتاني ماتش ضد روسيا، اللي زي ما بنقول ان ده كان الماتش الوحيد اللي مضمون لينا في البطوله بعد ماتش السعوديه، وكمان معنوياتنا اعلى لانه صلاح بقى موجود. شوط اول تعادل، ولحد دلوقتي المباراه ماشيه بشكل كويس، لكن ولحد الدقيقه 70 بنخسر 3-0 ضد روسيا، وفي الدقيقه 72 هدف لصلاح من ضربه جزاء عشان يكون اول هدف ليه في البطوله، ونخسر 3-1. وبكده اول ماتش مضمون لينا ضد روسيا خسرنا، ونروح لماتش السعوديه، تاني اكتر ماتش قلنا عليه ان هو مضمون. صلاح وفي الدقيقه 22 بيفتتح التسجيل ضد منتخب السعوديه، ولكن بنخسر في الاخر 2-1. بهدف صلاح ده بيكون واحد من هدافين المصريين في كاس العالم، ولكن لسه عبد الرحمن فوزي معديه لانه مسجل الهدفين مفهومش ولا ضربه جزاء. ويكسب رضا عبد العال رهانه مع ابراهيم فايق، ويظهر لنا مجدي عبد الغني جديد في الكوره المصريه، وهو رضا عبد العال، وهيفضل عايش على الحكايه دي الى يومنا هذا. ومن وقتها ومنتخب مصر في تخبط كبير جدا، لاننا بعديها شاركنا في بطوله افريقيا 2019 اللي كانت مقامه على ارضنا، وبنطلع منها بفضيحه كرويه حرفيا. ولحد اللحظه دي ما قدرناش ان احنا ناخد افريقيا، وعايشين على البطولات اللي عندنا منها. وما اعتقدش من
بعدها انه بقى في تشجيع قوي لمنتخب مصر، لانه ببساطه كل ما نحبه بيخذلنا. ودلوقتي وصلنا كاس العالم 2026 بس مش حاسين اننا فرحانين، مش حاسس حتى ان المصريين واخدين بالهم ان احنا وصلنا كاس العالم. ومش ده الاحتفال اللي احنا احتفلنا بيه لما وصلنا كاس العالم في روسيا 2018. بس لسه المصريين بيحبوا منتخب مصر جدا، ولسه هيفضلوا في ظهر منتخب مصر في بطوله كاس العالم 2026. فيا ترى هنحقق حاجه المره دي ولا هنخرج حصلت المجموعه ويظهر لنا مجدي ورضا عبد العال جداد في الكوره؟ وبس يا فنان، ودي كانت حلقه عن مشاركات منتخب مصر في كاس العالم. ما تنساش انك تتابعني وتشترك في القناه وشويه الحاجات الحلوه دي، واكتب لي في التعليقات متوقع مصر توصل لحد فين في كاس العالم. وما تنساش ان انا احمد وائل ماركتير. سلام.